المصادر الأمريكية والمصادر الإسرائيلية. هذه الخطة قد وضعت قبل سنتين. قبل تنفيذ هذه الخطة جرى تسويق لهذه الخطة في الولايات المتحدة، يعني لم يكن في الصحافة، لذلك لم نعلم به عادة، ولكن جرى تسويق في بعض دوائر الإدارة الأمريكية وفي بعض المؤسسات الدراسات النافذة داخل الولايات المتحدة، وقد قام بتسويقها جنرال إسرائيلي انتدب لهذه الغاية بشكل محاضرات يعرض فيها الخطة. في العام 2001 جاء إيال روزن إلى قائد المنطقة الشمالية آنذاك جابي أشكنازي وطالبه بإعداد خطط لمواجهة حزب الله، وبعد ذلك قام قائد المنطقة الشمالية الذي خلف أشكنازي بني جينتس بتحضير 4 خطط مختلفة تم تطويرها مع مرور الوقت تحت أسماء مياه الأعالي وأمطار الأعالي وحامي البلاد وكاسحة الجليد. وقام أولمرت بالاطلاع على الخطط في أيامه الأولى، وكذلك عمير بيريتز. حملت حرب تموز 2006 على لبنان الكثير من المفاجآت التي لم تكن لتخطر على بال أحد. نقول أنها الحرب المفاجئة، وأستطيع أن أصف الحرب هذه أنها كلها حرب مفاجئة، أنها حرب مفاجئة. إنها مفاجأة في الهدف، في الأساس، في الانطلاق، في شرارتها، وحرب مفاجأة في الأداء، وحرب مفاجأة الغرب بالنتائج. لا تكون النتائج مفاجأة للمقاومين، ولكنها حرب